بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، إن شاء الله كما تكونوا بخير البنات. عذرا على الغيبة، اليوم جيتكم بوصفة المقروط سنيوة. المقروط سنيوة في المول الأسطوري 10/35 10/30، وانتي درتي هذه الوصفة الله يبارك ما شاء الله، تاكلي وتوكلي جوارين ورايحة ديري بيه حالة رايحين يحضروا على مقروطك بإذن الله. من أول تجربة ناجح، جيتكم اليوم بمقادير مضبوطة إن شاء الله بإذن الله. ما كاين عجينة رايحة تبقى لك، ما كاين تمر رايح يبقى لك. هنايا شوفوا لي الله يبارك، هذاك القوام، هذيك الخفة، هذاك الإحمرار، هذاك اللون ما شاء الله يشهي شهيتكم في الجنة. نمروا بالمقادير وطريقة التحضير، ما تنساوش كمل ديروا لي جام في لا فيديو. هنايا بالنسبة للمقادير راني رايحة نقولكم عليهم. هنايا كانوا عندي زوج كيسان نتاع السميد يكون رطب، زدت عليهم نص كاس تاع السميد، زدت عليهم نص كاس نتاع الفارينة، زدت عليهم موقف معمرة مليح نتاع السكر وشوية نتاع الملح. حركت النواشف مليح مع بعضهم، هذاك الملح وهذاك السكر دخلته في السميد والفارينة، وبديت نزيد في السوائل. بالنسبة للسوائل واش عندي مزيج بين المارغرين والزيت، عندي كأس إلا ربع، راهو كاس مش معمر مليح يا البنات، راهو الفيديو يوضح نفسه. حطيته كامل كما راكم تشوفوا، ومن بعد بديت نبسس. من ضروريات المقروط ولا من ضروريات المبسس ولا من ضروريات اي حاجه اللي تتبسس تعطوها وقتها في التبساس. لازم ندخلوا هذاك الليدام ولا هذاك السم في السميد كما راكم تشوفوا البنات. هنايا جست شفتها وشكلت هذه الكريه، عرفت انه السميد نتاعي تشرب لي السمن. هنايا بعد ما يا ربي 4 دقائق وانايا نبسس فيه. هنايا خليته اكوتي على جهه باش يتشرب لي هذاك السمن وباش المقروط نتاعي يكون خفيف. هنايا لازم تخلوه اكوتي يا ربي 10 دقائق. الوقت اللي تحضروا فيه التمر هو الوقت اللي يريح فيه. هنا كانت عندي كميه تاع تمر، شويه تاع المارغرين وشويه تاع القرفه. كميه التمر يا ربي عندي شويه، يعني بهذيك المغرفين نحطو فيها، ولا بهذاك الكاس اللي عبرت فيه يعود عندي كاس معمر مليح تاع تمر، كنت فورته ودرت عليه موقف معمر مليح تاع الماء الزهر. هنا الماء الزهر لازم ديروه يا البنات، لانه راه من ضروري المقروط باش يعطيكم هذيك البنه ويعطيكم هذيك الريحه. لازم تنحوا هذوك التكتلات كاملين. انا التمر تاعي خليته اكوتي ومبسس تاعي بعد ما شرب لي، رجعت ليه عاودت فتته وعاودت بسسته وبديت نزيد عليه في الماء باش نبدا نشكل فيه. شوفوا البنات غير ديروا الكريه، عرفوا انه العجينه تاعكم راهي ناجحه. هنايا كانت عندي مزيج نفس الكميه تاع السمن، هي نفس الكميه المزيج بين الماء وماء الزهر. ان شاء الله تكونوا فهمتوني يا البنات. عندي كاس الا ربع بين زيت والمارغرين ولا السمن، عندي كأس إلا ربع بين ماء وماء الزهر، يعني ماء نورمال من روبيني ماشي سخون. حاولوا انكم تطموا مليح، ما تعجنوهاش كما مطلق، غير طموا غير باصبعكم وصاي. ان شاء الله الفيديو نتاعي راح يكون موضح. هنايا قسمتها الى جزئين كما راكم تشوفوا. الجزء الاول فتحته مع هذا البلاطو تاعي كنت دهنته بالزيت، افتحوه مليح. حاولوا انكم تفتحوه مع الاطراف. خليته اكوتي وبديت نفتح في السمن في التمر. هنا باش يجيكم سهله الخدمه تاعو، ادهنوه بشويه زيت باش التمر تاعكم يمشي لكم مع الكيس بلاستيكي. ولازم ديروا كيس بلاستيكي البنات استعينوا به باش ما يلصقلكمش في بلون دو طرافاي. انا جبت هذا الكيس بلاستيكي حطيته في بلون دو طرافاي وبديت نفتح في التمر نتاعي. هنايا شوفوا العمليه راهي واضحه البنات وراهي سهله من اسهل ما يكون. هنايا كي تحطوا التمر تاعكم البنات نصيحه لازم تضغطوا مليح التمر مع هذاك الطبقه الاولى نتاع السمين باش تلصق لكم مع بعضها وباش يدخلها الطياب هي الثانيه حتى وراهي طايبه. هنا هذاك النص اللي قعد لي وهذيك شويه نتاع الماء وماء الزهر اللي بقاو لي، بديت حسيت السميد نتاعي نشف، بديت نزيد فيه في الماء باش يتحصل على الكميه العجينه اللينه. في نفس الكيس تاع البلاستيكي
فتحت العجينة هذيك باش العملية تجيني من أسهل ما يكون، وباش إن شاء الله ما نرميش العجينة وما نرميش التمر. يعني هاد المقادير راهي مضبوطة، حطيتها كيما راكم تشوفوا، ما رانا رايحين نرمو والو. حتى وتشوفوا هذيك الزوائد زايدة راني ما رميتهاش البنات، تشوفوني كيفاش رديتها. يعني نعمة ربي ما نرموهاش. هنا باستعانة بالكيس بلاستيكي حاولت اني نسوي السطح كما راكم تشوفوا، ومن بعد نحيته وبديت نقسم فيه. بالنسبة للتقسيم كل وحده وكيفاش تحب تقسم، وكل وحده وكيفاش تحب تنقش النقشة نتاعها في تاع المقاط نتاعها، كل وحده وتفنن ابداعاتها. مرة الاولى ابداو تراسو في الحبيبات نتاعكم، ومن بعد ابداو قسموا كما راكم تشوفوا البنات. هنايا بعد ما تراسيت بديت نفنن في النقش، وحطيت حبة نتاع الكاوكاو. هنايا اني كنت حاطه شويه نتاع الزيت لاني حسيت ان السميد نتاعي شويه نشف لي، لازم تكونوا رابيدمون. وبداو النقاش نتاعكم ديروه في شويه زيت باش العمليه نتاعكم تسهل في ايدكم. وعمليه النقش راهي سهله في الفيديو البنات، ديروا بالطول ومن بعد ديروا بالعرض. كما تقدروا تستعملوا المول هذاك نتاع المقروط تطبعوا به عادي. كمية راهي عملية راهي من أبسط ما يكون. هنايا كملت الحبيبات نتاوعي، درت فيه كاوكاو. شوفوا الله يبارك ما شاء الله، ديروه في الفرن. جست تشوفوا الأطراف يبداو يدوا في اللون الأحمرار، طفوا عليه. شوفوا البنات الله يبارك كيفاش طابلي من أروع ما يكون. قلت لكم تشوفوا هذاك الأطراف بداو يدوا الأحمرار، طفوا عليه البنات. لازم تشعلوا عليه من فوق وتخرجوه. كي تخرجوه البنات خلوه يا ربي 2 دقائق ولا 3 دقائق يبرد شويه، ومن بعد عسلوه. هنا العسل تاعي استعملت العسل نورمال، انا كان دامي هذا الرطل نتاع العسل، يعني عسلته وخليته يدي راحته في التعسال. ديت يعني ربع ساعة 20 دقيقة هو يدي وقته. هنا نحاول اني نقسم حبيبات نتاعي باش يساعدني في النحوح. اول حبه نحيتها بالفرشيطه، ما نحيتهاش بالكوبات ولا بهذاك المول بريسباتور. الفرشيطه تاعي راح تساعدني. شوفي الله يبارك يجيني معسل، يجيني مرمل، يجيني خفيف، ويجيني بنين 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 من اروع ما يكون. صدقوني هذه الوصفه راكم راح نديروها مع قهوه وحليب، ولا راح نديروها مع لاتاي، ولا راح نديروها مع جو، ولا راح نديروها مع قهوه بوركوا با. رايحين تتمتعوا بالبنة نتاعها، ورايحين يشكركم العائلة كامل. يعني بهذا المول اللي تحقيه راكي راح ديري به من ابسط واروع وافخم الوصفات. هنايا بعد ما نحيت كامل وحطيته في الكيس، شوفوا لي الله يبارك فاش دالي لون دوغي ويجيني مرمل. نسي اني نفس معاكم الحبيبه البنات، يعني غير ندير صبعي، شوفوا لي من تحت كيفاش طايب، غير ندير صبعي يبدا يتفتت لي. دمتم في رعايه الله.